يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة، وحلقة جديدة من حلقات البودكاست. وحلقتنا النهاردة هتكون مراجعة لفيلم إكس مراتي. فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، علي صبحي، مصطفى غريب، خالد كمال. التأليف لأحمد عبد الوهاب وكريم سامي، والإخراج لمعتز التوني. وطبعا كريم سامي واحمد عبد الوهاب من المؤلفين اللي عملوا اعمال كتير كوميديه في الفتره الاخيره، مسلسل بيت بيتي، مسلسل خالد نور وولده نور خالد. الناحيه الثانيه طبعا الاخراج معتز التوني، هو من اهم مخرجين الكوميديا في مصر. فيلم اكس مراتي بتدور احداثه حوالين الدكتور يوسف، الدكتور النفساني اللي في يوم من الايام بيبقى مطلوب منه انه يكتب تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه الشهير بالعجوز علشان يتم الافراج عنه من السجن. ولما بيكتب يوسف التقرير بتاعه بيتم الإفراج عن طه، لكن لما بيخرج طه بيكتشف يوسف إن طه ده هو طليق مراته سحر ووالد ابنها اللي كان بيربيه معاه. وبيكتشف يوسف إن طه بيدور على طليقته دلوقتي وبيحاول إن هو يوصلها ويعرف مين هو الراجل اللي اتجوزها. فطبعا ده بيخلق خوف من يوسف إن طه يكتشف الحقيقة، وبيحاول إن هو يخبي الحقيقة دي طول الوقت عن طه من غير ما يعرف. فيا ترى طه هيعرف الحقيقة دي ازاي، وايه رد فعله لما يعرف، وازاي يوسف هيتعامل مع الموقف اللي هو اتحط فيه ده اللي بنشوفه في احداث الفيلم. خليني اقول ان كتابة الفيلم رغم ان هي حبكتها اتبنت على صدفة، لكن ده معبهاش. يعني الصدفة اللي اتبنت عليها حبكة الفيلم هي ان سحر طليقة طه هي دلوقتي بقت زوجة يوسف الدكتور النفسي اللي كتب لطه التقرير اللي خرجه من السجن. فبنشوف بقى التطورات اللي بتحصل دي شكلها عامل ازاي على الثلاث شخصيات. رغم ان الحبكه زي ما قلت ابتدت بصدفه، لكن ده ما اثرش عليها، لان هنا انت ما اعتمدتش على عدد كبير من الصدف عشان تدفع الاحداث لقدام زي ما في اعمال بتعمل. لا، انت هنا الصدفه بتاعتك حصلت وهي اللي بنت الاحداث، وبعد كده الصدفه تنحت جانبا، وبقى المحرك الرئيسي للاحداث هو المواقف اللي بتحصل ما بين الثلاثي طه ويوسف وسحر. من ناحيه بنشوف طه اللي دايما بيحاول يوصل لسحر وبيوصل للراجل اللي هي اتجوزته وعاوز يعرف هو مين، ومن ناحيه تانية يوسف اللي بيحاول ان هو يخبي الحقيقه عن طه ويحاول يخفي سحر عنه، ومن ناحيه ثالثه سحر اللي هي بتبقى عاوزه تواجه طه وبتبقى متضايقه من سلبيه جوزها يوسف وعاوزاه يواجه طه بالحقيقه. طبعا الحاجات دي ممكن حد يحس ان الموضوع هيبقى فيه دراما شوية، لكن بالعكس الفيلم فيه كوميديا كتيرة جدا. الكوميديا ابتدت بشكل تدريجي، عارف انت بقى الربع ساعة وال10 دقايق اللي في الاول اللي بيبتدي الفيلم كده ايه، يرمي لك شوية نكت خفيفة كده، بيسخن معاك كده عشان تبتدي تفك معاه، ومع الوقت تبتدي انت تفك معاه فعلا، ويبتدي بقى يخش معاك في التقيل بمواقف حلوة قوي، بتصميمات حلوة قوي للمواقف، وإفيهات كوميدية وكل حاجة، حاجات معمولة حلوة قوي، حاجات معمولة بتركيز. حتى كان في مشهد أكشن في كوميديا، ودي حاجة من الحاجات اللي نادرا ما بشوف في مصر مشهد أكشن كوميدي، فكان معمول حلو، اتصمم بشكل حلو قوي، عجبني. الكوميديا بتاعة المواقف اللي كانت في النص الأولاني من الفيلم كانت حلوة قوي. طبعا في بعض الأحيان انت بتشوف حتة كده زي ما نقول استهبال، بما ان احنا في فيلم كوميدي فبتشوف استهبال شوية من بعض الشخصيات في ردود افعالها، بس انت بتتقبل ده لسببين. انت بتتقبل ده لان ده فيلم كوميدي، والسبب التاني ان المواقف معموله حلو فمتعوب فيها، فبالتالي الاستهبال بقى في موضعه. يعني هي الجمله شكلها غريبه، بس هو الاستهبال فعلا في مكانه، الاستهبال محطوط في مكانه، فبالتالي ما ضايقك. فكل حاجه كانت مظبوطه قوي، الكوميديا كانت حلوه، الشخصيات المسانده اللي كانت بتظهر كانت حلوه. احنا طبعا ماشيين بنفس التيمه شويه، اللي هي سكتشات كوميديه، حاجات بتحصل، مواقف بتحصل، لكن ده معمول حلو، مش معمول وحش، بالعكس انا ما اتضايقتش. كل موقف ضحكت فيه، كل موقف معموله فيه الكوميديا بشكل حلو، كل موقف مرسوم كوميديا حلو، افيهاته حلوه، حتى رسم الشخصيات حلو. يعني عندك شخصيه طه هي معموله كوميديا حلو، رغم ان هو شخص مجرم خطير وقاسي وبنيانه قوي والكلام ده كله، بس عنده لمحه من الغباء خلت ان الشخصيه بقت بتضحك برضه. الناحيه التانيه هشام ماجد كان بيعمل حاجة اللي هو بيعرف يعملها دايما، وبيعرف يعملها كويس قوي، وبيلعب عليها صح، اللي هي انه يبقى انعكاس للنكتة او انعكاس للموقف اللي بيحصل. كان ده بيعمله حلو كالعادة، ما خيش منه، لانه عارف انه هو بيعرف ازاي يكون انعكاس للموقف، فعمل ده بشكل حلو، طلعه بشكل حلو قوي. كان الكيمياء ما بينه وبين محمد ممدوح مظبوطة قوي. شخصية أمينة خليل نفسها برضو كانت كويسة، يمكن هي ما خدتش مساحة كبيرة قوي في الإبداع الكوميدي من وجهة نظري، بس اللي قدمته في حدود اللي مكتوب لشخصيتها كان حلو. على ناحية تانية زي ما قلت لكم الشخصيات الثانوية أو الأدوار المساعدة بمعنى أصح كانت حلوة، كتبت بشكل حلو وطلع منها حاجات كتيرة كوميدية. مشكلتي الوحيدة مع كتابة الفيلم
هي ان احنا قرب النهايه كده، او بعد ما عدى نص الفيلم او اكتر من نصه بشويه، ابتديت احس ان الفيلم بيحاول ان هو بقى يلعب في المضمون عشان يقفل ويمشي. عمل كل حاجه حلوه في الاول، فقال خلاص احنا بقى ايه، نلعب السهل بقى في الاخر. هو عامل كده زي فريق كوره، نزل الشوط الاولاني بهدل الدنيا، ترقيص وكباري وجوان وكل حاجه، وخارج الشوط الاولاني كسبان 4-0 ومروق الدنيا، وجه الشوط الثاني راح مريح. جه الشوط الثاني بقى ايه، ما بقاش يعمل حاجه خالص، او بقى بيلعب باقل مجهود بمعنى صح. فده اللي الفيلم عمله. فدي كانت مش هقول حاجه وحشه، بالعكس هو الفيلم ما وقعش في نصه الثاني. في افلام انا بشوف انها بتبقى نص فيلم، في افلام بعينها انا بسميها نص فيلم، زي فيلم فول الصين العظيم على سبيل المثال يعني، بس ما علينا مش هنتكلم في الكلام ده دلوقتي. بس هو ما بقاش نص فيلم، هو بس هدي شويه الريتم، رتم الكوميديا هدي، عالي رتم الدراما شويه، ان بقى هيبقى في مواجهه ما بين طه وما بين يوسف، وبتحصل مواجهات ما بين يوسف وما بين مراته وهكذا. مش عارف ليه كل الاعمال الكوميديه في مصر بتحاول ان هي في الاخر تحط كده ايه، جزء بقى درامي، والجزء اللي فيه بقى الرساله ومش عارف ايه والكلام ده، مع ان ممكن الموضوع يمشي من غير دراما. ممكن الموضوع كان يفضل ماشي بنفس الوتيره على فكره، ويتحل بشكل كوميدي، ولو حتى لو في دراما ما تعلاش قوي بحيث ان هي ايه، تحس ان هي جت على الكوميديا، لا الموضوع يمشي بتوازن شويه. فده اللي كان الفيلم محتاجه في نص التاني، بعض من التوازن بين اللحظات الدراميه كده والكوميديا. ما بقتش دراميه صرف يعني، عشان بس الناس ما تفهمش الكلام غلط، لكن هي مقارنة بالكوميديا الشديدة اللي كانت في النص الأول، فأنت هتحس إن فعلا زي ما يكون إحنا هدينا مرة واحدة. إحنا كنا عمالين نضحك نضحك نضحك، وبعدين ابتدينا إيه، الضحك صوته يقل لحد ما بقينا نبتسم والدنيا لذيذة زي ما إحنا. لكن ده ما أثرش على الفيلم بالشكل كافي. أنا بقول على نقطة كان ممكن تخلي الفيلم في منطقة أفضل بكتير من اللي كان فيها. يعني الفيلم لو هنقول إن هو فيلم جيد جدا، كان ممكن تخليه كمان ممتاز. فهي دي النقطة الوحيدة أو المأخذ الوحيد بالنسبة لي على الكتابة. بالنسبة للأداءات التمثيلية، الأداءات التمثيلية كلها حلوة جدا. طبعا الإخراج لمعتز التوني، معتز التوني الإخراج الكوميدي لعبته حتته وبيبدع فيها، وده اللي حصل. زي ما قلت لكم من شوية، المشهد الأكشن اللي اتعمل حلو قوي، تصميمه كان حلو قوي. فالفيلم بشكل عام معمول حلو. الفيلم فيه رسالة برضو حلوة، رغم ان انا قلت ان الدراما في الفيلم علت شوية في الآخر، ده ما عجبنيش، لكن خلينا اقول برضو ان الرسالة ما كانتش سيئة، بالعكس الرسالة كانت كويسة. الأجواء بشكل عام في الآخر كانت كويسة. كان في مواجهة كده افتراضية حصلت ما بين طه وما بين يوسف، كانت برضو شكلها حلو، اتنفذت بشكل حلو، وكان فيها بعض الكلام المؤثر. فبشكل عام الفيلم حلو قوي. الفيلم من الأفلام اللي خرجت منها وأنا مبسوط من كل عناصره، موسيقى وأداءات تمثيلية وكوميديا. هشام ماجد متألق الفترة الأخيرة وبيعلى كل مادة عن التانية. يعني كل فيلم هشام ماجد بيبقى أعلى من اللي قبله، كل فيلم المستوى بيعلى بمنتهى القوة. فالفيلم بشكل عام حلو قوي. محمد ممدوح من الممثلين المفضلين بالنسبة لي، ولما بيلعب كوميديا بالنسبة لي بيضحكني برضو. من الممثلين الخفاف، رغم ان انت تشوفه ممثل درامي جدا، لكن لما بيروح لحتة الكوميديا بيطلع حاجات حلوة قوي. الفيلم انصحكم ان انتوا تشوفوه، انصحكم ان انتوا تتفرجوا عليه، يصلح للمشاهدة اكتر من مرة. حتى لو دخلتوا سينما ممكن تستناه لما ينزل منصات وتتفرج عليه، لانه فيلم حلو قوي، وانا اديله تقييم 8.5 من 10. دي كده كانت رحلتنا مع مراجعة فيلم إكس مراتي. استنوني في حلقات تانية مع البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم فيه الكتابة فكرة. وسلام عليكم. بودكاست الكتابة فكرة، تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي، وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.